احنا حقيقة كله خايف. ها، كله خايف، كله خايف. حضرتك بتسوقي؟ لا. ما بتسوقيش؟ نفدتي. طيب ما بتسوقيش، لسه ما طلعتيش رخصة؟ لا، بتعلم. بتتعلمي سواقة؟ كويس. بتتعلمي سواقة على انك هتروحي تمتحني؟ مش هطلع رخصة بعد كده. بتبقي مستعدة للامتحان يعني؟ كويس. تمام. تعرفي تمشي من غير عربية؟ عادي. يعني بتسوقي نفسك في الشارع عادي يعني في الشوارع؟ طيب. بتسوقي؟ بتسوقي؟ حضرتك بتسوقي؟ ايوه. معاكي رخصة طبعا؟ اه فعلا؟ فعلا. لا 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 لا, لا صحيح؟ معاكي رخصة وبتسوقي؟ ايوه. طلعتي رخصة امتى؟ أو طلعتيها في قد إيه؟ لا، في يومين تقريبا. في يومين. خلي بالكوا، مصر لها الشرف كحضارة. مصر الدولة طالعة الأولى على 150 دولة فأسرع رخصة بتطلع. يا خيتي يا خيتي. طبعا أنت عارفة قواعد المرور طبعا. عشان بتسوقي وخدتي رخصة وامتحنتي أكيد. اه. طيب قولي لي، العلامة دي تعني إيه؟ يعني سهلة خالص، سهلة. شفتهاش قبل كده. ملخومة في السواقة، أنا مش باصة في ممكن. دي الأولوية للقادم. الأولوية للقادم. طيب العلامة دي؟ مش بشوف الحاجات دي، لا. لا لا مش احنا مش عايزين الحاجات دي طبعا. دي سهلة خالص. مين يعرفها؟ دي حمولة قابلة للاشتعال. طيب حضرتك امتحنت سواقة؟ امتحنت سواقة. طب اشرح لي الامتحان كان ايه؟ عبارة عن إشارات وسواقة. أسئلة. يعني حضرتك رحت ولا استلمت الرخصة على طول؟ لا، بصراحة رحت واستلمت الرخصة. خليك صريح. رحت واستلمت الرخصة. امتحنت بجد؟ امتحنت لا، نص نص بصراحة. أنا ما قلتش. لازم نبقى صرحاء. صح. طيب العلامة دي ايه؟ دي معناها إن في حيوانات ما بتعدي وكده. ده طريق إجباري للحيوانات. تمام. تعرف إن معظم الناس بيخشوا فيه. أكيد. هو الناس كلها. للأسف بتبقى محطوطة اليافطة دي. طبعا مش مطلوب إن الحيوان يبص فيها فيقوم معدي، بس كل العربيات بتخش فيها. طيب العلامة دي طيارة. برافو، الأستاذ قال دي طيارة. كويس. لما تلاقي اللوحة دي وانت بسايق تعمل ايه؟ تسيب العربية وتركب الطيارة؟ لا طبعا، أقلل السرعة. أقلل السرعة. تقلل السرعة عشان لما الطيارة تعدي من قدامك. الله، هي الطيارة على الأرض ولا حضرتك أنت اللي طاير فوق ولا معقولة؟ دي معناها إن أنا أقلل السرعة. ليه؟ عشان أنا عديت مثلا 120 أو السرعة الخطأ. هو معتبر نفسه طاير جنب العرب. لا، دي بتعني أنك في طريق مجاور لمدرج طائرات. مش مطلوب منك تعمل أي حاجة خالص. هو بينبهك بيقول لك ما تتخضش لما تسمع صوت أزيز الطيارة اللي طالع أو نازل. ده بيعمل خضة فيعمل لك ارتباك. الناس بتحترم قوي المواطنين في بلدنا، فبتقول لك اوعى تتخض. ده هي معتبر انك بص اصلا للوحه. اوكي شكرا. حضرتك بتسوق؟ لا انت خايف. انت خايف. والله ما سوقتش ولا مره؟ ولا مره. حضرتك
حضرتك سقت، امتحنت، اه ها، بتحترم اشارات المرور؟ والله هو انا انا بحترم، بس الناس التانية لا، اصل في مبدأ عندنا المصريين يقول لك لو مشيت صح هعمل حادثه. ممكن ممكن. طيب لما يبقى في عربيه قدامك وعايز تطلع منها، بتطلع من اليمين ولا من الشمال بسرعه؟ المفروض من اليمين. المفروض. المفروض. طيب العلامه دي ايه؟ لا مش عارف. العلامه دي يعني ممنوع قطعيا السير في الاتجاهين. ايه يعني لا يمين ولا شمال. طيب ديت شفتوا كلنا بنسوق وكلنا عملنا رخص ومتضايقين من سلوك الناس، متضايقين ان احنا مش محترمين قواعد المرور دي. امامك تقاطع طريق. تمام. حضرتك بتسوق؟ ما تخافش. دي العلامة دي سهلة خالص. ورش اصلاح. برافو، نسقف. فعلا لقيت واحد في مصر عارف علامة. صح، مظبوط. دي ورشة إصلاح جنبيك في المكان اللي أنت وصلت له وشايف اللوحة. طيب دي مش هتعرفها عشان احنا بنعمل غرز كتير قوي. لك لا مؤاخذة وخدت الغرزة. دي نهاية المنع للتخطي. يعني لما اشوف العلامة ديت انت مش ممنوع من التخطي انك تخطي. طيب دي مقعد كبار سن، ذوي الاحتياجات الخاصة. احتياجات المعاقين. فعلا العلامة دي مليانة في مصر. كل مكان نلاقي علامة بتاعت مش المعاقين. أنا بسميهم ذوي القدرات الفائقة، وليسوا معوقين، ولكن هم أمامهم مجتمع معوق لهم ولا يحترمهم. كتير بنلاقي أصحاء ومكتملين بيركنوا في مكان ذوي القدرات الفائقة أو الخاصة، ما بنحترمش مكانهم. ودول أكيد أنا هتعرض لحلقة خاصة لذوي القدرات الفائقة اللي أنا شايف إنهم 12 مليون اتظلموا في مجتمع معوق لهم، ولكنهم يستطيعوا هم إصلاح المجتمع. حضرتك ايه ذكرياتك مع الرصيف؟ يعني اخر مره حضرتك مشيتي على الرصيف امتى؟ من يومين. عرفتي تطلعي على الرصيف؟ لا يعني بتطلعي حضرتك لوحدك ولا لازم حد يشيل حضرتك عشان يطلعك؟ يعني بدي هذا مساعدة. الارتفاع بدي مساعدة. في لازم مساعده، لان الارتفاع وحتى عنا عندنا بالشام كمان نفس الشيء. عنا بالشام نفس الشيء. في الشام نفس الشيء. بس انا في الشام ما بجيبش سلم معايا عشان اطلع على الرصيف. احنا عندنا الرصيف بنعمله هنا محترم يعني مرتفع وكده. طيب انت سوريه؟ نعم. طيب مشرفانا على فكره. خليلي انا عمرك يا رب. بحيي شباب السوري اللي جه مصر بعد تشرد وبعد عذاب وبعد معاناه. جه مصر هنا، مش احنا اللي حضناه، ده هو اللي حضننا. ما شاء الله بتسلم يا رب. وشباب اشتغل وأثمر وعمل استثمار وعمل شغل لنفسه. وهقول حادثة صغيرة كسلوك. بيبقى فيه أطفال بيبيعوا حلويات في الميادين الكبيرة. جيت مرة قلت له بكام؟ قال لي ب25 جنيه. فديته 50 جنيه قلت له خلاص. قال لي لا، وزعل ورجع لي الباقي. هذه هي الكرامة الإنسانية.